وفي السياق خرج آلاف الأهالي والطلبة والمعلمين في كوباني بمسيرة بمناسبة حلول يوم اللغة الكردية، وذلك تحت شعار لغتنا هي هويتنا والهوية لا تموت أبدا. وانطلقت الحشود من ساحة المرأة الحرة نحو ساحة الشهيد عقيد، ولدى وصولهم وبعد الوقوف دقيقة صمت إجلالا لأرواح الشهداء ألقى الرئيس المشترك لجامعة كوباني شيرفان مسلم كلمة استذكر فيها الشهيد فيان أمارا وجميع المناضلين من أجل الحرية، وأكد أن نضال الشعب الكردي في روجافا على مدى سنوات عديدة أوصله إلى هذه المرحلة، مشددا على أن اللغة الكردية بالنسبة للكرد وجوده وهويته وشرفه، وسيتم حمايتها، مؤكدا أنها خط أحمر. وأشار شيرفان مسلم إلى أنه قبل ثورة روجافاي كردستان كان الحق في التعليم باللغة الكردية محظورا، ولكن بفضل تضحيات الشهداء وصلنا إلى هذه المكانة، مضيفا أن اللغة الكردية مكفولة في العالم ويجب أن تكفل أيضا في الدستور السوري الجديد. وانتهت المسيرة بترديد شعار لغتنا هي هويتنا.